بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي بيان تداولته العديد من المواقع الإلكترونية منسوب للجماعة الإسلامية يقرر فيه الأستاذ طارق الزمر ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقرر طارق الزمر: ارتضينا حكم الصناديق وأصوات المصريين التي اختارت الدكتور مرسي رئيسا لمصر، فإذا سقط الرئيس المنتخب بغير الطريق الوحيد المتاح والشرعي أي انتخابات 2016، فلن يكون هناك حاكم لمصر من بعده سوى بقوة السلاح، وسيعلو صوت العنف فوق كل صوت، وسيتنحى الإخوان المسلمين بسلميتهم المعهودة عن المشهد العام، ليتدخل التيار الإسلامي الثوري في مواجهة الفوضويين والعلمانيين مباشرة. وقتها سلاح الاستشهاد أقل ما يمكن أن نقدمه في مواجهة الفجور الشيوعي العلماني والناصر التخريبي الحاقد على الإسلاميين ومشروعهم الإسلامي، فلا تضطرون أيها العلمانيون الفاشيون والليبراليون الكاذبون لأن نفعل ذلك، ونحن عليه قادرون وإن كنا له كارهون. أستاذ طارق، أولا أنت لا تمثل الإسلام. هذا البيان يخالف جملة وتفصيلا صحيح الشريعة الإسلامية، ويتضمن بين ثناياه لهجة تكفير غير مقبولة. ليس المصريون هم الفوضويين والعلمانيين، وليس غالبية المصريين من ينطبق عليهم قولة الفجور الشيوعي والعلماني. حتى العلمانيين ليسوا بخارجين عن الإسلام ما لم يقولوا كفرا بواحا وما لم ينطقوا بالكفر. اختار لبيان حكم الإسلام فيما نسب إليك في البيان السابق تلاوته، فقد اشتمل هذا البيان على العديد من الأخطاء الشرعية والفقهية، ومارس أقذر أنواع الترهيب والتضليل والإفتاءات على حقوق الأمة وصحيح الإسلام. وإنني إذ أقرر استنادا لصحيح الإسلام أنه إذا أجمع الشعب المصري على إقالة الرئيس أو حكومته أو كليهما فليس لأحد من الأمر شيء، فالأمر مردود بالكامل إلى اختيارات الأمة ومشيئتها. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بل لقد جعل الحق جل وعلا الشورى مقدمة على الزكاة ومعيارا أكيدا لخيرية الأمة. ولا شك أن خروج عشرات الملايين للتظاهر ضد النظام يسقط شرعية النظام والدستور الذي رفضته جموع المصريين. ولم يخلو الاستفتاء بشأنه من شبهات كثيفة بالتزوير والتلاعب والعبث بالصناديق، وشيوع بطاقات غير مبصومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن وجود صناديق وبطاقات ملقاة في العديد من محافظات الجمهورية ومدنها. وهو ما يشيع بقوة أن الاستفتاء والانتخابات قد تم التلاعب بها وبشدة، وباستخدام العديد من الطرق المنهجية لتزييفها. ثم يأتي الاقتراع على الدستور بنتيجته ليؤكد ذلك الرفض الجماهيري الواسع، بل ويخلو الدستور ذاته من كافة ألوان التجريم التي يفرضها الإسلام لمكافحة مختلف ألوان الفساد والتزوير
وشهادة الزور ونهب المال العام، ليؤكد إرادة العبث بإرادة الأمة وتزييف مشيئتها بشرعية مطعون في مشروعيتها وشرعيتها، وأحدثت انقساما غير مسبوق في صفوف الأمة إن صحت النتائج المعلنة لها. وبرغم أن الإسلام يفرض على شاهد الزور وناهب المال العام وما في حكمه من جرائم تزوير وتزييف وتلاعب في مختلف وثائق الدولة ومختلف التقارير المهنية، يفرض عليهم حظرا مدى الحياة، لقوله تعالى: أولئك لا تقبل لهم شهادة أبدا. فإن الدستور وقد فرض حظرا سياسيا وإسقاطا لكافة الحقوق السياسية، وجعل العديد من الجرائم المخلة بالشرف لا تسقط بالتقادم، فإنه فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام والتزوير والتزييف وشهادة الزور وما في حكمها قد تجاهل كل ذلك وجعلها جرائم عادية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للشرع الحنيف ويطعن في شرعية النظام وأهدافه، وخاصة وقد سبق ذلك محاولات عديدة لإسقاط القضاء وتسييسه والتدخل في أحكامه، وهو ما حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته دوما على استقلاله، حتى وإن حكم عليهم أو حتى وإن حكم ضدهم أو في مواجهتهم، ولم تقتصر أحكامه على الحكم ضد مشيئتهم. وبرغم كل ذلك لم نجد بالدستور ما يفعل استقلالا حقيقيا للقضاء ويضاعف أعداد القضاة وقاعات المحاكم لتصل إلى المعدلات الدولية المتعارف عليها، ولا تسمح إلا بتعيين الأكفأ من الحاصلين على أعلى التقديرات العلمية والمؤهلات الأعلى، ما لم يكونوا هم أو أقربائهم من الدرجة الأولى متهمين باتهامات مخلة بالشرف ومسقطة للحقوق السياسية. بل رأينا محاولات لتيار بعينه لتسييس أحكام القضاء وفرض قضاة مؤدلجين ينتمون لتيار بعينه ويدلون بآرائهم في قضايا منظورة أمام القضاء بآراء لصالح أحد الخصوم، بل ويحرضون ضد القضاء ويدعون لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، ولو تطلب الأمر إراقة الدماء طبقا لبعض مزاعم بعضهم. وهو الأمر الذي يقوض أركان العدالة واستقلال القضاء ويخالف سائر الأعراف القضائية في الإسلام وعبر العالم. ثم تأتي ثالثة الأسافي بالافتئات على نظام الشورى في الإسلام وممارسة ألوان من التزييف بالإدارة، فضلا عن خلو مواد الدستور من كافة الضمانات الفعلية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية. بل ويقنن الدستور إلغاء الإشراف القضائي الكامل وتحسين قرارات لجنة معينة من السلطة التنفيذية ضد الطعن والإشراف القضائي، بل وتخلو مختلف مواد الدستور من تجريم لأعمال تزوير الانتخابات وتزييفها، أو تجريم للرشاوي الانتخابية ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين بالرشاوي الانتخابية، أو باستخدام أي وسائل غير مشروعة كالترهيب أو المنع من الإدلاء بأصواتهم ونحوها، فضلا عن توسيع نطاق الدوائر الانتخابية بما يخرج عن طاقة أحد الناس ويسمح بسيطرة المال السياسي على الحياة السياسية والحكم، ويحرم المسلمين من اختيار ممثليهم الحقيقيين ممن يثقون بهم ويعرفونهم حق المعرفة من أهل الحل والعقد، وحيث لم يتم تغليظ العقوبة على كل تلك الجرائم وجعلها اتهامات مخلة بالشرف ومسقطة للحقوق السياسية ولا تسقط بالتقادم، سواء لمن قام بممارستها أو لكل من تستر عليها ولم يبادر بالإبلاغ عنها فور علمه بها أو اطلاعه على بعض أركانها، وهو ما يخالف صحيح الإسلام ونظام الشورى والأعراف الدستورية المستقرة عبر العالم، ويخالف تعهدات مصر الدولية بضمان استقلال القضاء وضمان نزاهة الحكم ومعايير الشفافية، وهو الأمر الذي يمثل تقويدا لأهم أركان الدولة الإسلامية ونظام الشورى في الإسلام وتقويدا لاستقلال القضاء، وهو ما يعد هدما لأهم أركان الدولة في الإسلام وضمان استقلال القضاء فيها وتقويدا لنزاهة الحكم وقواعد الشفافية، وهو ما يرفضه غالبية شعب مصر.
ويتنافى مع قواعد النظام الإسلامي في الحكم التي ناضلت جموع شعب مصر لإقرارها، وتقنين الإشراف الكامل والحقيقي للقضاء على الانتخابات بكافة أنواعها ومراحلها، فضلا عن تحقيق استقلال حقيقي كامل غير منقوص للقضاء وتعزيز قدراته وأعداده وتطويرها، وإنشاء جهازا مستقلا للشرطة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتفعيلا لنزاهة الحكم ورشادة اتخاذ القرار. وهو ما يعني لكل ما تقدم أنه لا يمكن وصف ذلك النظام المزعوم بالنظام الإسلامي، فضلا عن عدم تحقيقه لتطلعات جماهير شعب مصر بعد ثورة شارك بها عشرات الملايين منهم، ودفع شهداءنا الأبرار وإخواننا المصابين ثمن كل ذلك بدمائهم وأرواحهم الطاهرة. ولا يمكن كذلك وصف كل من رفض ذلك النظام بمعاداة الإسلام أو الخروج منه، فضلا عن تكفيره أو إهدار دمه أو رميه بالفسق والفجور كما يذهب غلاة المتطرفين، بل ويعد كل من طالب بقتل المسلمين وعدم تفعيل نظام حقيقي للشورى يضمن نزاهة واستقلال القضاء ويعيد السلطة لأصحابها من جماهير شعبنا العظيم مخالفا لصحيح الإسلام ومحاربا للمسلمين. وأخشى أن يصدق فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم في كلاب أهل النار ممن يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان قد كانوا مسلمين فصاروا كفارا. ولكل ما تقدم فإنني أحذر الكافة من استخدام العنف أو استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم التي هي مكفولة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ولكافة المعاهدين من أهل مصر ممن لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. وإن الأمر لله من قبل ومن بعد ومرهون بإرادة الأمة، فإن شاءت تثبيت حكم من تريد وإن شاءت خلعت من لا ترضاه. بل إن الحق جل وعلا قد لعن من تولى أمر قوم وهم له كارهون وحرم عليه الجنة، وجعل تولية من لا يصلح خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد حرم الإسلام السكوت على الظالمين وعدم الأخذ على أيديهم، وجعل ترك ذلك مبررا لعقاب الحق وجعل ترك ذلك مبررا لعقاب الحق جل وعلا ونزول عاقل نقمته وعدم إجابة الدعاء. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بالعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال الحق جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهي الآية التي أجمع جمهور العلماء والمفسرين وكبار الصحابة والتابعين على أن الفتنة لا تقتصر على الذين ظلموا فقط، بل تشمل جميع المسلمين لعدم الأخذ على أيديهم ومنعهم من الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما احتجاج البعض بحديثه صلى الله عليه وسلم: من خرج عليكم وأمركم جمع على رجل منكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، فهو لا ينطبق على الحالة الراهنة، والمقصود هو الخروج المسلح على الحاكم والمسلمين جميعا قد أجمعوا على اختياره. أما الخروج للتظاهر السلمي لرفض الظلم أو إعلاء لمطالب سياسية أو اجتماعية، حتى وإن كانت خلع الحاكم أو تقويمه أو رفض قانون أو دستور، فمن واجب الأمة جميعا الانصياع لإرادة الأغلبية والنزول على مشيئتها. ويجب على العقلاء والفضلاء منهم الإصلاح بينهم والتوفيق بين آرائهم، لا التحريض عليهم أو إرهابهم أو التهديد بإراقة الدماء. بل إن القتل المتعمد لمسلم يعد كفرا صريحا يوجب الخلود في النار. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال: يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون الأمين وينطق الرويبضة في أمر العامة.
عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم، الذين يقتلونهم أولى بالله منهم، يحسنون القتل ويسيئون الفعل، يدعون إلى الله وليسوا من الله في شيء، فإذا لقيتموهم فأنيموهم. قالوا: يا رسول الله انعتهم لنا. قال: آياتهم الحلق والتثبيت، يعني استئصال الشعر وتقصير الثياب. رواية: هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها، فقسمها بين 4: الأقرع ابن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وبين عيينة ابن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كس اللحية محلوق، قال: اتق الله يا محمد. قال: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، قال: فمنعه. قال: فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم قتلتهم قتل عاد. الراوي أبي سعيد الخدري والمحدث الألباني، والحديث مذكور في صحيح أبي داود والبخاري ومسلم والنسائي، وأخرجه ابن ماجه. عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا إمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وغيره وصححه على شرط الشيخين. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم أو على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي والحاكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، ماله ودمه، وإن نظن به إلا خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ النار 70 جزءا، 69 للآمر بالقتل وجزء للقاتل وحسبه. وعن
النبي صلى الله عليه وسلم يقعد المقتول بالحادة، فإذا مر به القاتل أخذه فيقول: يا رب هذا قطع صلاتي وصومي، فيعذب القاتل والآمر به. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجلا ظلما، فإن اللعنة تنزل على كل من حضره حين لم يدفعوا عنه. حرمة الدم المسلم واضحة للجميع ولا اختلاف عليها. حكم قتل المسلم القتل العمد هو الكفر والخلود في النار، وهذا ما لا شك فيه. ليس لأحد فرض إرادته فوق إرادة أغلبية الأمة وجموع المسلمين أو جموع المصريين في حالتنا تلك. للمسلمين أن يقرروا ما شاءوا، وعلى الجميع أن يسمع لهم ويطيع ولا ينعكس الأمر. النظام الذي يتحدث الأخ طارق الزمر عنه بأنه نظام إسلامي يخالف كما أسلفنا صحيح وأهم أركان الدولة الإسلامية، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج مطلقا بأن هذا النظام إسلامي وأن مخالفيه هم خارجون عن الإسلام، تباح دمائهم وأموالهم ونسائهم وأعراضهم، كما ذهبت بعض الفرق الخارجة يقينا عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وبالتالي فإن حكم الإسلام في بيان طارق الزمر والجماعة الإسلامية أن هذا البيان لا يتفق مع صحيح الإسلام، وأنه يجب محاكمة الأخ طارق الزمر إن ثبت في حقه إدلائه بهذا البيان لعدة أسباب، منها بث شائعات كاذبة تهدد السلم العام، التحريض ضد المسلمين، وتهديد المصالح العليا للأمة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أبو الفتوح، ائتلاف العدالة والتنمية. شكرا.